من التسلل، وبالتالي هدف غير شرعي لمصلحة نفط البصرة. لكن أي مجهود فردي من حسام جود الله هداف الفريق. حسام جود الله سجل 4 أهداف، سجل 4 أهداف في هذا الموسم لغاية الآن. التمريرة كرة خطيرة خطيرة خطيرة، جول! هدف أول لنادي الكرخة بعد إلغاء هدف للنفط البصرة. نادي الكرخ سريعا بردة فعل سريعة عن طريق لاعب منتخب النيجر بو بكر جبريل صاحب الرقم 45 يسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة الثامنة، الدقيقة الثامنة لمصلحة نادي الكرخ. شاهد هنا التمريرة خلف دفاعات فريق نفط البصرة، غياب التنظيم الدفاعي، وحسام مهدي لا يستطيع رد الكرة من أمام بو بكر جبريل. بو بكر يعلن عن أول أهداف اللقاء. شاهد تمريرة جميلة كانت، ضربت خط دفاع فريق نفط البصرة، لكن بو بكر جبريل لعب الكرة في زاوية صعبة على حسام مهدي. فاز بهذا الجانب البدني العالي. خطأ لا لمصلحة نادي الكرخ. أقل من 8 دقائق على نهاية هذا اللقاء. مجتبى يلعب لصالح جمعة، صالح جمعة مار صالح جمعة يلعب الكرة العرضية، جول! بو بكر جبريل يعود من جديد ويسجل الهدف الثاني، وعلى الطريقة الأفريقية الاحتفال بهذا الهدف. هدف جميل جدا، تمريرة جميلة من صالح جمعة، كرة جميلة من صالح جمعة وأحمد صلاح وأبو بكر جبريل، ورقصة أفريقية احتفالا بهذا الهدف. شاهد صالح جمعة لأبو بكر جبريل. حسام مهدي خروج غير موفق، خروج خاطئ من حسام مهدي، وأبو بكر جبريل تتحالف معه ظروف هذه اللقطة. خروج غير موفق لحسام مهدي حارس المرمى، وأيضا اصطدت بمحمد مصطفى اللاعب البديل